السلام عليكم، مرحبا بكم في يوميات دارين. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عدت اليوم بفيديو جديد على القناه، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وهو تحضير البطاطا بشكل جديد ومميز. المكون او العنصر الرئيسي في هذه الوصفه اللي هو البطاطا. خليكم حتى الاخير الفيديو تشوفوا المقادير واكيد طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنايا الطريقه، اول حاجه كنبدا بها هي كناخذ البطاطا من حجم المتوسط اللي كنغسلها مزيان وكنمسحها مزيان، حيت البطاطا هنايا غنطيبوها بالقشره ديالها. كناخذ واحد الزلافه او واحد الاناء اللي كنوضع فيه القليل من زيت الزيتون، كناخذ الفرشات وكندهن البطاطا ديالي مزيان بالزيت. انايا من بعد ما دهنت البطاطا ديالي جيدا بزيت الزيتون، كناخذ واحد الصينيه اللي غندخلوها اكيد للفرن، كنوضع عليها ورق طاي او بابي سولفيليزي. كنجيب واحد لا فورشيت وكنبقى نوضع على البطاطا ديالي ثقوب باش كيدخلها الطياب بسرعه. بالنسبه للحشوه هنايا كناخذ صدر الدجاج اللي كنقطعو الى قطع صغيره، وكناخذ بصله كبيره كنشلضها حتى هي الى قطع صغيره، وكذلك فلفله حمراء حلوه. بالنسبه للتوابل كندير القليل من الابزار، القليل من السكينجبير، والقليل من الملح. هنايا كناخذ واحد المقله اللي كنديرها فوق البوطه كتسخن، وكنزيد عليها القليل من الزيت، كنضيف البصله مشلضه، وكنضيف ليها وكذلك الفلفله حمراء اللي قطعتها الى قطع صغيره، وكنحرك حتى كتهبط ليا الحشوه. من بعد ما هبطت ليا البصله والفلفله كنزيد عليها صدر الدجاج اللي قطعته الى قطع صغيره، وكنزيد عليهم التوابل، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الملحه والقليل من الابزار. كنحرك جيدا حتى كتنشف ليا الحشوه. هنايا بطاطا من بعد ما درناها في الفران وطابت كما كتشوفوا، كنجيب سكين وكنقسم البطاطا ديالنا الى نصفين. البطاطا من بعد ما قسمتها الى نصفين كناخذ واحد السكين اللي كندوزو على الجوانب او الحواشي ديال كل نصف،
وكنبقى نخوي البطاطا على هاد الطريقه هذه كما كيبان لكم حتى كنحصل على واحد نصف ديال البطاطا اللي غيكون فارغ من الداخل. نخليكم مع الطريقه. هنايا من بعد ما خويت البطاطا من الداخل كما كيبان لكم وضعتها في هذا الاناء، وكنبقى نضغط مزيان على البطاطا حتى كنحصل على بيغي ديال البطاطا رطبه، وكنضيف ليها واحد القطعه من الجبن المثلث. وكنضيف ليها القليل من الملح والقليل من الابزار. هنا الا كتبغيو الحار تقدروا تزيدوا شويه ديال السودانيه، انا اكتفيت هنايا غير بالملحه والابزار، وضفت عليهم واحد المعلقه كبيره او 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنزيد عليها الحشوه اللي كنت وجدت من قبل ديال البصله والفلفله وصدر الدجاج. كنحرك الخليط ديالي مزيان باش ندوزو نعمرو به البطاطا. هنايا البطاطا اللي خويت كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنوجد الحشوه كندوز كنعمر البطاطا ديالي. صراحه نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه لان كتعجب الصغار واكيد حتى الكبار، وكتجي راقيه بشكل جديد. كنتناولوا البطاطا بشكل اللي ما كنعتادوش اننا ناكلوها. ونخليكم مع لا فيديو. صافي هنايا من بعد ما عمرت البطاطا كما كتبان لكم كناخذ شويه ديال الفرماج الاحمر او الموتزاريلا وكنديرها من الفوق. تقدروا ديروا شويه ديال المعدنوس من الفوق الا بغيتوا. انا اكتفيت هنايا غير بالفرماج الاحمر. صافي غنرش عليها الفرماج الاحمر وغندخلها للفران غير باش كيذوب الفرماج وكياخذ اللون ديالو. بعد ما داب الفرماج وخدا اللون ديالو ندوزو نشوفوا البطاطا في طبق التقديم. البطاطا المعمره بشكل راقي وبشكل مميز كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما وضعناها في طبق التقديم كنتناولوها غير بالفرشيطه. كتجي الصراحه المذاق ديالها رائع. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا ديما بالجديد. ما تنساونيش في اللايك وفي لي كومونتير. نخليكم على خير حتى فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.